طبعا احنا بنبقج المكان يا جماعه، ودي نقطه مهمه جدا، ان انا ببقج المكان قبل ما بشتغل سباكه وقبل ما بشتغل كهرباء. خلاص. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. النهارده هنشرح بند العزل. تعالى يا محمد اتفضل. معانا فيلا فيها، ده الدور الارضي، معانا هنا المطبخ. خلاص. ومعانا هنا الحمام. تعالى يا محمد هنا. ومعانا هنا الحمام. طيب انا النهارده عشان اعزل مظبوط، خلاص، انا محتاج اعمل ايه؟ اول حاجه بدخل السباك يكسر لي قوايم الصرف. هنا في صرف غسالة اطباق، هنا في صرف حوض. تعالى هنا يا محمد. هنا في صرف صرف هنا للشاور. هنا في الجزء اللي خاص بالطلعات بتاعه الميه بتاعه الشاور. خلاص. ونفس الكلام هنا. جبت هنا الحوض يا محمد. هنا في الحوض اهو. خلاص. طيب فاول حاجه بعملها بكسر قوايم الصرف، ولو في عندي طلعه ميه برضو بكسر لها الاول قبل اي حاجه. طيب وبعد كده بقوم جاي عامل حاجه اسمها طبقه الياسه، بتبقى طبقه مونه من سنتي ونص ل 2 سنتي، وبنعمل بيها، تعالى يا محمد، بنعمل بيها الارضيه، وبنعمل بيها كمان الوزره اللي هي هنا. طبعا الوزره هنا عاليه شويه علشان هنا في ردم حوالي 15 سم او 20 سم كمان، فاحنا بنعلي الوزره شويه. وطبعا هنا في بؤج هنا كده. وقبل ما بشتغل كهرباء لازم ابقج المكان ده كويس جدا، بحيث ان هو يكون السباك والكهربائي يشتغلوا على البؤج، وما يكونش فيه مواسير او علب بارزه او طبعا. طيب دي حاجه. الحاجه الثانيه، عملت الياسه وعملت رقبه الازازه. خلاص. بحلقم حوالين دخلات البيبه. تعالى كده يا محمد. هنا اهو دي دخله صرف اهي، لازم ادخلها الاول وحلقم العزل حواليها. نفس الكلام برده هنا اهو، في دخله صرف هنا بتاع صرف تكييف. خلاص. فبقوم عامل الدخله الاول وحلقم حواليها بالعزل كويس جدا. وهنا برده نفس الكلام، دي دخله البيبه. خلاص. فكل الكلام ده لازم يتحلقم حواليه بالعزل، علشان في الاخر يبقى العزل مظبوط ان شاء الله 100%. طيب عملت الياسه وعملت رقبه الازازه. رقبه الازازه اللي هي الجزء الدوران. تعالى يا محمد. الجزء الدوران اللي هو ده، الجزء الدوران ده بيبقى فيه دوران صغير كده بسيط خالص اهو. الدوران ده بيكون بيفرق معانا ان هو ما بيكونش فيه حراميه في العزل بعد كده. طيب جيت عملت رقبه الازازه وعملت الياسه وحلقمت حوالين دخلات المواسير. بنبدا ندي طبقه اكريل. دي عباره عن لباني اسمنت بيخش معاه اديبوند، وبنعمل طبقه الاول تحضيريه للعزل. طيب عملت طبقه تحضيريه للعزل. احنا شغالين هنا بعزل سيكا سيل 107، سيكا توب سيل 107. طبعا هو احنا بنفضل النوع ده من العزل، لانه هو طبعا ممكن يبقى غالي شويه عن الباقي، لكن هو من افضل انواع العزل اللي احنا اشتغلنا بيها. طبعا في انواع كتيره جدا سواء سي ام بي او باسيف، لكن احنا بنفضل سيكا توب سيل. بعد كده بدي وشين. طيب هو يفضل احنا نطلعهم بمضرب طبعا، ونضربهم بمضرب. خلاص. بنضرب الجيركن مع الشقاره في جردل، وبنقلبهم بمضرب كويس جدا، بحيث ان هو يكون مكونات العزل كلها اختلطت كويس جدا. وبعد كده بندي وشين عزل، وبتكون هي دي النتيجه زي ما احنا شايفين براحتنا بقى كده يا عم محمد. هنا اهو بتكون النتيجه طبعا كانك عملت حوض كامل بالعزل. طبعا الكلام ده هنختبره، وان شاء الله هنملاه ميه 48 ساعه، وكل الكلام ده هنصوره فيما بعد. طبعا ده صندوق الدفن بتاع سمارت. هو هنتكلم فيما بعد عن بند السباكه ان شاء الله، لكن خلينا النهارده نركز اكتر على العزل. العزل المفترض ان هو ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله لما نختبره يكون 100%، مفيش مساميه خالص، يكون العزل اختبار ناجح 100%، مفيش فيه اي مشاكل.